السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. احنا واخدين على الطريقة التقليدية بتاعتنا للفراخ. وفي ناس حابة ان هي تغيرها. بجد الكيس الحراري بيفرق معاكي في سواء اي حاجة تعمليها فيها. ممكن كمان بنعمل فيه محاشي. هنعمل النهاردة طريقة الفراخ بالكيس الحراري. هتطلع معاكي تحفة، هتطلع معاكي طعمها زي الشوي. الفراخ نفسها اللحم بتاعها دايب. زي ما انت شايفة كده بتخلي لونها دهبي كأنك عاملاها تحت الشواية، بس هي معمولة في الكيس الحراري طلعت باللون ده. ما دهنتهاش اي حاجة غير زيت، وكمان في الكيس الحراري ما ولعتش الشواية ولا اي حاجة. دايبة زي ما انت شايفة كده، شايفة الصدر بتاعها دايب ازاي. الحشوة بتاعتها مختلفة غير كل مرة بنعملها. تعالوا كده نسمي الله ونقول كده الوصفة بتاعتنا. جبت طاسة على النار وحطيت الكبد والقوانص، قطعتها مكعبات وحطيت فيها حبة زيت. شوحتها شوية على النار، وجبت بصلتين فرمتهم في الكبة، وبعد كده حطيتهم عليها. وحطيت بقى بهاراتي، توم باودر، بصل باودر، فلفل اسود، قرفة. اللحوم والفراخ انا بحب احط فيها القرفة. القرفة اختياري، بس القرفة بصراحة بتخلي طعم اللحوم عموما تحفة. وبقلبها كويس قوي، بديها تشويحة كويسة كده تقريبا نص سوا. وبعد كده في نفس الطاسة بشيلها واحطها في طبق الخلطة بتاعتي، وبعد كده احط فيها حبة زيت تانيين. واجيب مكرونة شعرية. المكرونة الشعرية هدخلها في الخلطة، بصراحة طعمها تحفة. بشوح كده حبة مكرونة شعرية، واول ما يبتدي لونهم يحمر او لونها يبقى ذهبي، هنزل عليها بكوباية كده او كوباية الا ربع من المية، واسيبها تستوي. يعني ايه، برضو 3/4 سوا. هسيبها كده تستوي معايا. الفرخة بتاعتي نضفتها كويس اوي بمية وخل وليمون. ونقعتها ونضفتها كويس قوي، وخليت ما بين كده الجلد واللحم، عشان هحب ان انا هتبلها من جوه كده. جبت بصلايه فرمتها وحطيت عليها توابل، توم باودر، بصل باودر، كمون، بابريكا، حبه زيت، وهفركهم كويس جدا. وكمان لو حطيت كمان مكعب مرق هفركهم كويس قوي. هنا انا بحب احط في الحشوات بتاعه الفراخ زبيب. انا نسيت خالص احط الزبيب. فلو حطيتي عليهم معلقتين زبيب، الزبيب بيخلي حشوة الفراخ بجد بيوديكي في حتة تانية خالص. وانا نزلت فيديوهات بكده. جبت الخلطة بتاعتي اللي انا فركتها كده بالبصل والتوابل. الاول هفرك بيها الفرخة كده من جوه ومن تحت اللحم كده كويس قوي، عشان تديني طعم الشوي. وكمان عشان تدي يعني تسوي لحمة الفراخ كويس قوي. ما بين كده الجلد واللحم بدخل التتبيله بتاعتي من جوه عشان تاخد الطعم كله. بعد كده بجيب الحشوه بتاعتي. انا جبت المكرونه الشعريه بعد ما استوت، لخبطتها على الخلطه. وابتديت ان انا بقى بتبلها. كنت متبلاها ملح وكده وتوابل على حسب ما انت عاوزه. وبعد كده بقى حشيتها على حشوه الفراخ، وقفلتها بالخله بتاعه السنان كويس قوي. وتبلتها من بره بحبه من البصل اللي انا كنت متبلاهم. وجبت الكيس الحراري الحجم الكبير طبعا على حسب الفرخه بتاعتك، واحط عليها حبه زيت من جوه بس. وهقفلها كويس. القفله بتاعتها دي بتيجي مع الكيس الحراري، بيبقى كيس تقريبا فيه 4 اكياس او 5. ومع القفلات بتاعته كده بتبقى طريه وكده، وبتلفيها حواليها وتدخليها الفرن، تحطيها في البايركس او الصينيه وتدخليها الفرن على درجه حراره 180، من غير ما تغطيها ولا اي حاجه. بعمل هنا الرز بتاعي. جبت حله وحطيت فيها حبه زيت. لما سخن خالص حطيت مع حبتين كده من حبهان. والرز هنا بسمتي. لو رز بس مصري براحتك. انا حطيت رز بسمتي كنت غسلاه ونقعاه. بعد كده حطيت عليه الرز وحطيت عليه الميه بتاعته وعيرته. الرز البسمتي بياخد يعني مثلا يعني ضعف المقدار بتاعه. وهنا فاض حبه خلطه من الحشوه بتاعت الفراخ بتاعتي، حطيتها عليها هتديله لون تحفه قوي. زي ما انتوا شفتوا في اول فيديو هوريهولكوا تاني. الفراخ بتاعتي بتستوي براحتها. اخدت معايا حوالي ساعه. شايفين اللون بتاعها؟ انا اقسم بالله ما ولعت عليها الشوايه ولا اي حاجه، طلعت باللون الذهبي ده. الخلطه بتاعتها تحفه. ال- الرز كمان اتعمل معايا اهو. اللي حبه الخلطه اللي انا حطيتهم عليها اديته لونه كده. يعني عشان انا كنت مبهراه بابريكا، وكنت مبهراه كمان توابل كبسه. والفرخه بتاعتي قدمتها اهي. والخلطه بتاعتها دايبه زي ما انت شايفه كده. واللحمه كمان مستويه، ويعني مش مهريه وفي نفس الوقت متماسكه، بس طعمها تحفه. يا رب النهارده يكون الفيديو عجبكم. هتوحشوني الفيديو الجاي. مع السلامه.